نحن كنساء في شمال وشرق سوريا نقف وقفة واحدة نتساءل لما تفرض عزلة كاملة على المفكر والسياسي والفيلسوف عبد الله أوجلان صاحب فكر الأمة الديمقراطية. نحن كنساء شمال وشرق سوريا نتساءل وندين ونستنكر هذه العزلة المفروضة عليه، وعدم ورود أي أخبار عن حالته الصحية، وعن أي تحرك من قبل المنظمات الدولية المسؤولة عن حقوق الإنسان وعن الدفاع عن حقوق الذين يعذبون في السجون وتفرض العزلة، وهذه العزلة هي منافية لكل المواثيق والعهود الدولية. نحن كنساء شمال وشرق سوريا نقول أن لولا فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان ما كانت المرأة في شمال وشرق سوريا مارست حريتها، ما كانت انتظمت ضمن المؤسسات المدنية والديمقراطية، وما كانت تنعمت بالحرية ولا بالوعي والتطور الذي تنعم به نساء شمال وشرق سوريا. طبعا نحن كنساء مدينة منبج وكنساء شمال وشرق سوريا ندين ونستنكر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، العزلة اللي انفرضت عليه من المؤامرة الدولية اللي حاكتها جميع الدول ضد هذا القائد، طبعا بس مشان يكسروا إرادة المرأة، طبعا لأنه القائد عبد الله أوجلان هو قائد المرأة، يعني هو اللي أعطى الحرية للمرأة، من شان هيك دائما يحاولوا أنه يكسروا من إرادة وعزيمة المرأة. كل ما يشوفوا النساء اللي موجودات بشمال وشرق سوريا يتقدموا يشددوا العزلة على القائد عبد الله أوجلان. طبعا نحن نطالب المنظمات CVT اللي لازم تصدر بيان بهذا الصدد حتى نحن نعرف صحة القائد كيف هي ونطمئن على صحته. طبعا بعد 72 عام يعني ما في أي دستور بالعالم أو أي شيء يرضى أنه هذا القائد يضل بالسجن. طبعا نحن نرفض هذا الشيء ونتمنى من جميع دول العالم للمطالبة بفك العزلة عن القائد عبد الله أوجلان، وشكرا. هي هاي العزلة اللي قائمة على القائد أوجلان. القائد أوجلان هو بالنهاية هو إنسان يجب أن يتمتع بحقوق الإنسان اللي تطبق على المجتمع كافة، وهو من حقه أنه تطبق عليه هذه القوانين والأنظمة. منذ زمن ما سمعنا أي أخبار عنه، ما سمعنا أي أخبار عن حالته الصحية، ما سمعنا أخبار عنه هو كشخص بشكل عام. إذا كان في عنده أي مشاكل صحية أو في عنده أي مشاكل هو كشخص، ممكن تطبق عليه القوانين والأنظمة القانونية والاجتماعية مثل ما تطبق على كل أفراد المجتمع. يعتبر إنسان وتطبق عليه هذه القوانين، يتعالج، يتماثل للشفاء، يشارك، يبدي رأيه، مسموح له فهون نحن بدنا نقول إنه يجب أن تطبق عليه كل القوانين. إذا كان مجرم يحاكم تصدر بحقه قوانين، تصدر بحقه عقوبات، يصدر بحقه إخلاء سبيل إذا ما كان فيه عليه شيء.